الإشكالية يا قاضي أنه ورد إلي سؤال عن امرأة تقول أنا متزوجة من 5 سنين وزوجي لا يهتم بي وأنا أبحث عن الحنان وعن العطف وعن الحب فلا أجده في زوجي، فأضطر أنني أتكلم مع رجل آخر أعرفه من قديم. أول السؤال مظلومة وآخر السلام آثمة ظالمة، نسأل الله العافية والسلام. لا ينبغي لها، لا ينبغي إذا كان زوجها جافي أن تعاتبه أو تتوسط بأقاربه أو تستفتي، وإحنا نجيب أنه يجب عليه أن يحترم زوجته وأن يرحمها وأن يعدل. أما أنها تعدل إلى الاتصال بناس آخر أجل فهذا آثم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن يا قاضي يعني هل مثل سوء تصرفات الزوج مثلا في عدم إعطاء زوجته من الحنان من الحب من الكلام الجميل قد يقود الزوجة إلى فعل هذا؟ هذا حرام عليه لأنه قد يأتي إلى بعده، لكن أما شخصيا فهي آثمة. الله المستعان. مظلومة تسأل الله الفرج وتتوسط بأهل الخير أنهم ينصحوه وأنهم يصلحوا بينهم وأنه يعدل. أما أنها تعدل إلى شيء حرام فهذا لا يجوز، وهي آثمة في ذلك وظالمة. جزاكم الله خير قاضي محمد.